كتير الواحد كان بيسأل نفسه كان هيحصل ايه لو هبطت الدعوة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مصر. نسيت السؤال لفترة وبعدين اتذكرته لما حكيت لي واحدة من قرايبي اللي كانوا راجعين من العمرة عن قصة ست مصرية كانت بتزور مقام النبي، وطولت الوقوف شوية قدام المقام بتاعه في تبتل وخشوع. الكلام ده أزعج حارسات المقام، فبعدوها عن المقام شوية بشيء من الخشونة اللي ما تشبهش المكان أبدا. فما كانش من الست إلا إنها بصت لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أنت إيه اللي جابك عند الناس دي؟ أنت لو موجود عندنا كنا شلناك أنت وضيوفك في عينينا من جوه. الست دي واللي ممكن تشوفها تجاوزت حدود الأدب، هي محبة بالفطرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زيها زي باقي المصريين. هي اللي بتنيم حفيدتها على كتفها وهي بتطبطب عليها وبتغني لها متى أشوفك يا نبي يا اللي بلادك بعيدة، فبتحط في اللاوعي بتاع حفيدتها أول حجر في محبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وبتحصنها باسم النبي حارسها. هي اللي بتستقبل ضيفها الغالي بابتسامة وبتقول له احنا زرنا النبي. في نفس الوقت بتعاتب على قلة الكرم وعلى سوء الاستقبال بمقولة ده النبي فرش عبايته لنسيبه، وهي اللي بتحوش في خناقات وبتفض خناقات سواء خناقات كبيرة أو صغيرة بكلمة صلوا على النبي يا جماعة. في نكتة ما كنتش حابب استخدمها لأن طبعا موضوع الحديث مش موضوع نكت دلوقتي، لكن بتلخص أمور كتير. النكتة بتقول إن الخطيب وقف في خطبة الجمعة وهو بيقول خد بالك من جيل الأيام دي، ولو بنتك قالت لك إن هي رايحة الدرس اعرف إن هي رايحة تقابل الحبيب. فقال المصلين خلفه صلى الله عليه وسلم. النكتة دي بتكشف لنا حال كتير من اللي بيبقى قاعد في خطبة الجمعة، بتبقى أذهانهم مشغولة بحاجات غير خطبة الجمعة، لكن برضه من جانب تاني بتشرح لنا إن الانتباه كله بيحصل لو مر اسم النبي صلى الله عليه وسلم بكل تجلياته، يعني حالة بيقع فيها الانتباه لا إراديا، لأنه فعلا الحبيب بالفطرة في قلوب المصريين وبيعملوا ألف خاطر لاسمه. بيتجاوزوا في كده حدود المقبول أحيانا بحكم الأفوارة، فبيسموا عبد النبي وبيتغزلوا بيا جمال النبي وبيقسموا بحياة من نبى النبي نبي، بمعنى اللي خلاه نبي. هم ممكن يقسموا بالله كده مباشرة بس هم لازم يعدوا على اسم النبي. النبي وصل على 7 جار، تمام، وبيفكوا تكشيرة الشخص المقشر بكلمة النبي تبسم، تمام جدا، وبيطلبوا من كل شخص انه يعامل النبي بتاعه بنفس الطريقة وكل من له نبي يصلي عليه. لكن صاحبي كان هيتجنن لما والدته قالت له وهو صغير سيدنا النبي قال محدش يشرب من الإزازة، لما ظبطته وواقف قدام التلاجة بيشرب من الإزازة. مشي صديقي وهو بيبرطم. بعد سنين صديقي كان بيضرب كف بكف وهو بيقرأ في كتب الأحاديث. قال أبو هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من ماء السقاء أو القربة، حديث متفق عليه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من حافة الإناء حفاظ على نظافة وعاء الشرب الجماعي، يعني محدش يشرب من الإزازة. الست البسيطة دي ممكن تكون سمعت المعلومة أو سمعت الحديث في إذاعة القرآن الكريم، ولما جه وقت تنفيذها ما كلمتش ابنه بعيب وما يصحش والصحة والمنظر العام واللي يصح واللي ما يصحش، لكنها خطبته بلغة المحبين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد حادثة قطر البدرشين وقف أحد الجنود الناجين قدام الكاميرا، كان بيشكو سوء الوضع داخل القطر أصلا، وقال في نهاية الكلام دي مش معاملة، دي احنا صعايدة ونعرفوا الرسول. الكاتب عمر طاهر بيقول عن قصة حصلت لي، بيقول قبل الدوري ما يقف رحت للاستاد في عز الفوضى، وفي الوقت ده ما كانش فيه تذاكر الدخول، مجرد موظف واقف على البوابة قلت ليه صحافة فدخلت، وبعدها سأل واحد قريب مني قال له وانت تبع ايه؟ فقال له انا تبع سيدنا النبي، فقال له الموظف صلى الله عليه وسلم اتفضل. موقف تاني بيحكيه الكاتب عمر طاهر بيقول لك كنت قاعد مع فنان معروف في العربية بتاعته وكانت ام كلثوم بتغني، ولما اشوف حد يحبك يحلال اجيب سيرتك وياه، فاتنهد كده وقال عليه الصلاة والسلام. بعدين بيقول بصلي وقال احلى سيرة في الدنيا، وقال كنت اتمنى اتولد في البلد اللي النبي صلى الله عليه وسلم حط عليه بقدمه الشريف، لكن ربنا ليه حكمة في كده، فنشأت الدعوة في محيط كفار قساة القلوب عشان يشد أزر الدعوة ويجعلها صلبة قوية. الكلام ده مش هيحصل لو الدعوة حصلت في أوساط المحبين. نفعنا الله بحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولآل بيته، ويغفر لنا يا رب عفويتنا اللي بتجعلنا أحيانا بحسن ظن منا ممكن نتجاوز حدود اللياقة أحيانا من فرط المحبة، لدرجة إننا أحيانا بنتجرأ ونوسط النبي صلى الله عليه وسلم في أصغر الأشياء.
وتلاقينا بنقول اللي يحب النبي يسقف، فاللي يحب النبي بقى يصلي عليه.